جديد من يوجين وجين تاي، ونكمل القصة لحد ما وقفنا. بعدها يوجين وجين تاي رجعوا، والطفل فرح جدا وعمال يقول لجين تاي يا أبي يا أبي، وكان فرحان جدا. ومدير الفندق سألهم على إيه الجديد، فقال له جين تاي إنهم قابلوا البنت، وجين قال إنه أبو الولد جه الفندق بتاع جين لأنه أفضل فندق في البلاد، وكمان مفكر إنه كده هيبعد عن نظرات الناس. وقتها جين تاي كان متضايق جدا عشان الراجل ده اتخطف من الفندق بتاعه وكمان بالنهار، وجين تاي قال إنه بصفته صاحب الفندق فلازم هو اللي يلاقي الراجل المخطوف ده. وجين تاي طلب من مدير الفندق إنه يدور في كل أنحاء الفندق على أي معلومة. المدير وقتها سمع جين تاي ومشي، هو ويوجين والطفل واقفين. وقتها يوجين قالت إنهم هيعملوا إيه، وجين تاي متضايق ومردش عليها. بعدها الباب خبط وهم استغربوا. وقتها راحت يوجين تفتح الباب، وطلع مين؟ صديق جين تاي. وقتها الطفل جري لعنده وبرضه بيقوله يا أبي، وجين تاي متعجب جدا وسأل صديقه على وجوده هنا ليه، وهو متضايق جدا وهو بيكلمه. وقتها يوجين حاولت تلطف الجو وعمالة تضحك وتهزر، وجين تاي اتعصب عليها هي كمان. وبعدها يوجين فضلت تتكلم على قصصها في المدرسة عشان الموقف يعدي، وجين تاي واقف والطفل ماسك فيه. وقتها جين تاي اتكلم مع زميله في الجيش وهو متضايق منه، وقال له إن هو محتاج جنود من القوات المسلحة. فصديقه ده قال له إنه عايز 5 أشخاص. فيوجين اتفاجئت عشان جين تاي طلب 5 أشخاص بس، وزميله وقتها قال له إنه هيجيبهم الصبح الساعة 6 وهيخليهم يستعدوا. نيجي بعد كده يوجين نامت تاني مع جين تاي والطفل، هي سرحانة وبتفكر وبتقول مع نفسها إنه تم سحبها إلى النوم هنا مرة أخرى، وبتقول إيه اللي هيحصل لو لقت نفسها في حضنه تاني. بعدها هي قالت لجين تاي إنها عايزة تروح معاهم ومع ال5 أشخاص اللي رايحين ينقذوا الراجل أبو الولد. فهو قالها إنه مفيش حاجة هناك هي هتعملها. ردت يوجين عليه وقالت إنها تروح معاه حتى لو هي هتفضل بعيدة أو تسوق العربية. هو ساكت وسمعها وباصص عليها، وهي كمان باصة عليه. بعدها هو قام ولمس خدها وشفايفها ولسه بيقول لها ليه انت دائما موجودة. فجأة قرب منها واداها قبلة، وكان لامس شعرها ومقرب منها. بعدها الطفل صحي وفضل يعيط، وجين تاي هداه وقال له أبي بجانبك. وقتها جين تاي لمس شعر يوجين وقال إنه لازم يلاقي الراجل المخطوف، وقال قبلة واحدة منك تكفي. يوجين كانت سرحانة. نيجي بعد كده
جين تاي اجتمع مع الجنود عشان يساعدوه. وقتها جين تاي شكرهم على وجودهم، وبعدها جين تاي فضل يتكلم معاهم على المهمة اللي هيعملوها معاه، وشرح لهم الموضوع هيكون ازاي وهيروحوا فين وازاي هيتم عملية الإنقاذ. وقتها الصحفية جت وقالت إنها جابت رسم مبنى النادي الليلي اللي هو اسمه الشهير الإمبراطورية. وبعدها فضلوا يتكلموا على الخطة. يوجين قلقانة عشان ازاي 5 أشخاص بس هيقابلوا أفراد كتير من النادي الليلي ده، وبس مع كده كلهم مستعدين ومحدش قلقان من المواجهة، وكلهم أقوياء، ومن ضمنهم جين تاي طبعا. بعدها هما ركبوا العربية واستعدوا للمهمة، ويوجين هي اللي سايقة العربية. وقتها هما وصلوا وبدأوا ينزلوا. فجأة راحت يوجين مسكت في جين تاي وحذرته وإنه يخلي باله على نفسه، وهو قال لها إن هما هيعملوا المهمة في 10 دقايق بس، وهو هيرجع بعدها. وبعدها خرج، بس يوجين قلقان عليه. بعدها هما دخلوا المبنى وكانوا واقفين ورا الأسانسير، ولما فتح قابلهم واحد وتم التخلص منه. وصديق جين تاي قال إنه السلالم كلها مقفولة بإحكام، فجين تاي قاله إنه يدوروا في الغرف، وفتحوا أوضة ولقوها فاضية. وقتها في واحد تاني جه وتم التخلص منه وقتها. جين تاي وزمايله راحوا وفتحوا غرفة تانية، لقيوا ناس فيها وبدأوا يمسكوا ببعض ويتخانقوا، وتم التخلص من واحد آخر، وكملوا خناق مع التاني وتم التخلص منه هو كمان. بعدها زميل جين تاي بص على غرفة قصادهم وقال إنه الأوضة دي شكلها غريبة، وهم واقفين قصادها وبيقولوا إنهم شكلها هي الأوضة اللي فيها الراجل المخطوف. وقتها هم لسه هيدخلوا الأوضة، فجأة ظهر مين؟ صاحب المكان اللي هو الإمبراطور النادي كله. والراجل ده بيقول مين انتوا وبتعملوا ايه هنا؟ طبعا هو بيتكلم وهو كله ثقة، وكمان حواليه رجالة كتير. وقتها جين تاي بص عليه وقال إنه هو صاحب المكان ده. وبعدها فضلوا واقفين قصاد بعض. وقتها الراجل ده قال للرجالة بتوعه يهتموا بيهم، يعني يتخانقوا معاهم يعني. وجين تاي وزميله واقفين، وجت اللحظة الحاسمة، وبعدها بدأت المواجهة بينهم، وفضلوا يتخانقوا مع بعض. وبعدها جين تاي وزميله نجحوا وتخلصوا منهم. وقتها جين تاي قال لهم إنهم يخرجوا من الشباك، وهم بدأوا يربطوا الحبل وبدأوا ينزلوا واحد واحد. وواحد من زميل جين تاي قال إنه ينزل هو كمان، فرد جين تاي وقال له إنه هو أول واحد دخل وآخر واحد هيخرج، وإن ده دور الرئيس. وقال لهم ما يتأخروش وينزلوا بسرعة. وفعلا كلهم نزلوا وقتها. جين تاي اطمن إنه كلهم نزلوا، فهو لسه هينزل في رجالة جاتله. وقتها جين تاي قطع الحبل عشان يأمن على زمايله،
وبدأ يهرب منهم، وفجأة نط من الشباك. فزمايله اتفاجئوا جدا عشان هو نط من الدور التالت، فبيقولوا إنه هو شخص مثالي في أي مهمة مستحيلة، وإنه وحش بشري موجود على وجه الأرض، وإنه هو صاحب المعركة الرهيب. جين تاي بدأ يجري هو وزمايله وركبوا العربية، والرجالة نجحت في المهمة. وقتها جين تاي بيحسب المهمة بتاعته عملها في قد ايه، وبص على يوجين، فهي قالت ان هو قال 13 دقيقة، وهو خلص المهمة في 12 دقيقة بس. وهي بص عليه ولسه قلقانة، وهو مبتسم ولمس ايديها وهي بتسوق العربية. نيجي لبعد كده، الراجل المخطوف راح للمستشفى، وجم جين تاي ويوجين والطفل وقتها جري على الراجل وقال له يا أبي، وكان مبسوط جدا. وجين تاي باصص على يوجين وهي واقفة جنبيه مبسوطة. راح جين تاي بدأ يلمس خدها، وكان شكلهم كيوت قوي ولطيف، وفضلوا يبصوا لبعض. بعدها الراجل قاطعهم وقال لجين تاي إن هو اللي أنقذه وإنه فاكره كويس. وجين تاي ويوجين قعدوا يطمنوا عليه وعلى حالته، وجي كمان مدير الفندق يطمن عليه. ووقتها جت الصحفية هي كمان عشان تطمن على الراجل، وكانت قلقان عليه جدا وقتها. والراجل وقتها كان مبسوط عشان ابنه معاه في اللحظة دي. وبعدها الراجل ده جاب فلاشة وبيديها لجين تاي، وقال لجين تاي إنه الفلاشة دي موجود فيها المعلومات اللي تخص رئيس العصابة صاحب النادي الليلي اللي هو الإمبراطورية. نيجي لبعد كده، جين تاي كان متعصب على واحد من الموظفين اللي موجودين في الفندق عشان هو طلع خاين وباع معلومات الفندق. ويوجين حاولت تهدي جين تاي عشان كان هو متعصب جدا، واتكلمت معاه. وبعدها جين تاي هدي شوية، ووقتها جه مدير الفندق، وجين تاي قاله إنه يتصرف مع الموظف الخاين ده. ووقتها مدير الفندق استغرب جدا عشان جين تاي اتغير، وفضل باصص على يوجين وجين تاي وبيقول إنه جين تاي بقى حنون وطيب، والسبب في كل ده هي يوجين. بعدها يوجين وجين تاي خرجوا من الأسانسير، وهي فضلت تتكلم كالعادة وبتقول إنها ساعدته كتير، وهي الشخصية الرئيسية في أي مهمة هو بيعملها. طبعا جين تاي كالعادة ساكت ومش معبرها. فجأة هو التفت لعندها ولمس خدها وقال لها إنها تسكت شوية وما تتكلمش تاني، وقال لها إنه هيعمل حاجة وهي ما تقولش لأ. راح لمس خدها وبدأ يقرب منها واداها قبلة، وهي طبعا استسلمت ليه. ووقتها قرب منها أكتر وقال لها إنها ما تهربش منه لما يحاول يقرب منها تاني. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.